أرجوزة وصايا للزوج مع زوجته. شعر عبد الله الموسى. أداء ظفر النتيفة. إنتاج المصمم الدعوي ابن عبيد. سلام الله أيها الشهم الوفي، لك الثناء بالقوافي لا يفي. سلام الله أيها الشهم الوفي، لك الثناء بالقوافي لا يفي. وبعد فالله علينا أنعم بشرعه أتمه وأحكمه، ومن أجل ما به تفضل هذا الزواج هدي من قد أرسل. فكم حوى من صالح المحامد، وكم زوى من طالح المفاسد. ففيه النسل ذخر والسكينة، والزوجة الصالحة المعينة. وذي وصايا تجلب السعادة، حوت تذكير الزوج والإفادة. مضمونها بالعدل والتبيان، هدي النبي مع هدى القرآن. عاشر بمعروف ولا تدقق، واصفح عن الزلات لا تحقق. تغافل المرء دليل نبله، وستره العيب دليل فضله. واستعمل الحكمة في الخلاف، بها يعود الخلف لائتلاف. تجنبوا الخلاف عند الأسرة، إذ يكتوون بالأسى والحرقة. والنقص في الزوج كما في الزوجة، وإن تنبش نبشت عن علتي. سدد وقارب، فالكمال ربما أورث حزنا دائما وقلما. ترى الكمال حاصلا كما طلب، فالنقص طبع العيش فرض ما كتب. لا خير في الخصام واللجاج، وكثرة الجدال والحجاج. إذ الشيطان في الخلاف ينفخ، والعقل إن غضبت سوف ينسخ. فرب شمعة تمادت محرقة، وكم طلاق نادم من أطلقه. والصلح خير جدد الأفراح، وقرب الأجساد والأرواح. وادع لها لا تدعوا عليها، إن الدعاء منته إليها. ولا تعب طعامها وشكلها، فأنت لا تحب هذا قبلها. واطلب مزيد الحسن بالمدح يزد، وجد بلطف القول مثله تجد. ومن يقارن زوجة بزوجته، يظل ساخطا لنقص جنته. فاشكر جميل حالها وفضلها، فقد سمت بدينها وخلقها. وأنجبت منك كرام الحسب، وصاحبتك بالوفا والأدب. إياك والتهديد بالطلاق، فإنه من سيء الأخلاق. والبيت سر فاكتموا أسراره، فالناس إن مروا رأوا أسواره. والبيت سر فاكتموا أسراره، فالناس إن مروا رأوا أسواره. توددوا للزوجة الزكية بالمال والرحمة والهدية. ويملك الزوج بالاحترام، وتملك الزوجة باهتمام. إن الأولاد زينة الحياة، ونعمة من أعظم الهبات. فعلموهم دينهم صغارا، تروا صلاح أمرهم كبارا. وواجب إلزامهم ما أمر، وكفهم ما خفت منه الضرر. بالنصح والحكمة والروية، هو ربنا المصلح للذرية. مع الدعاء سائر الأزمان لهم، كما قد جاء في القرآن. تشاورا واتفقا بينكما، فيما يهم شأن أولادكما. يا ربنا نسألك التوفيق، فكن بنا يا ربنا رفيقا. وللسنة لا تنسى الاشتراك بقناة المصمم الدعوي عبد الله بن عبيد العامري، ودعمنا بلايك ومشاركة للفيديو. وشكرا.